بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنعمل مع بعض طريقة البانيه. دي طريقتي اللي انا بعمل بيها، يا رب تعجبكم. واقول لكم بص البانيه من جوه جميل ازاي وحلو. من نص كيلو بانيه، صدر بانيه نص كيلو، عملت الطبق الكبير الحلو اللي انتوا شايفينه ده، بيكفي الاولاد. بقول لكم دلوقتي ايه معانا. بطاطس، هنعمل بطاطس قشرناها ونقليها الاول. طبعا محدش عيب عليا بقى في الطاسه بتاعتي دي الطاسه المقدسه بتاعت كل ست مصريه. حطينا البطاطس بتاعتنا هنقليها بقى وانا كنت عامله الرز برضه هوريهولكوا دلوقتي. الرز الحبه وحبه اهو، بقول لكم بصوا مفلفل وجميل ازاي. ولادي ما بيحبوش الا الطريقه دي في الرز، وبتبقى جميله وريحتها جميله جدا في البيت. بقول لكم اهو مفلفل وجميل ازاي يا حبايبي. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي. ادي البانيه بتاعنا، طبعا انا قطعته. معلش المره الجايه ان شاء الله اوريكم التقطيعه بتاعته وانا بقطعه، يعني مقطعه التقطيعه اللي انتوا شفتوها دي اهي بنفس الطريقه دي. إيه، بحب انا اجيب البانيه واقطعه. إيه طبعا يا حبايبي دي إيه، يعني فراخ كانت موجوده عندي وطلعت الصدر بتاعها وقطعته. بقول لكم في الاول حطيت بصلايه، إيه نص بصلايه كده بشرتها في المبشره، وبعدين نص ليمونه عصرتها. إيه، وبعد كده هنجيب بقى بقية التوابل بتاعتنا اهي. الكمون، مكعب ماجي، فلفل اسود، ملح، الكاري. هنحط ده كله ونقلبه. آه، صدر يعني بسيط كده تعملي منه، الاولاد هياكلوا ويشبعوا برضه. معايا دلوقتي جوزة الطيب وقرفة. جوزة الطيب بتبقى ريحتها جميلة قوي، والقرفة برضو الاتنين دول مع بعض. بس انت يعني ايه، عايزة تجيبي القرفة من بره ناعمة هاتيها، انا بحب اجيبها كده وابشرها هي وجوزة الطيب. حاجة صحيحة كده بحبها. إيه، دلوقتي بقول لكم اهو معانا بيضة، هنحطها عليه ونقلبه بقى طبعا في بعضه. نعمل البيضة كده الاول وبعدين نقلب كله في بعضه كده. طبعا الخلطة بتاعتنا دي عايزة تعمليها من الصبح بدري، من اي وقت انت موجودة تعملي البانيه وتقطعي صدر البانيه زي ما انت عايزة. تقطعيه زي كده، تقطعيه زي ما انت عايزة، وبعدين تحطيه في التتبيلة وتسيبيه في التلاجة. بس انا عشان مستعجلة قطعته حطيته على طول كده معاكم عشان اوريكم برضو. صلوا على النبي حبايبي. متنسوش دعوة حلوة كده لأم رحيم وحبايب أم رحيم. واشكر كل الناس المحترمة اللي دخلت صفحتي وقدرتني. بقول لكم ده فيجيتار حامي على بارد. انا بعمل البانيه بتاعي كده، ولا بحط لبن ولا الكلام ده، ولا بحطه في لبن في دقيق ولا الكلام ده. من الخلطة بتاعتي كده على البقسماط بتاعي وما بيفكش مني، هتشوفوه دلوقتي. انا بعمله بنفس الطريقة على طول يا حبايبي. يا رب يعجبكم طريقتي، وكومنتات الحلوة منكم كده واللايكات الجميلة. واللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ما اشتركش في القناة على اليوتيوب يروح يشترك يا حبايبي. هتفرحوني قوي بالكومنتات الجميلة بتاعتكم. طبعا احنا طلعنا دلوقتي البطاطس بتاعتنا وخلصنا. بنحط البانيه مع بعضينا اهو، عشان اوريكم ان هو ما بيفكش ولا حاجة، عشان في ناس بتقول ان هو بيفك في الطاسة يعني. ومن نص كيلو هتعملي احلى طبق بانيه مع شوية رز، مع طبق سلطة، مع شوية بطاطس. ويبقى جميل اهو. بص والله التصوير ظلمه، وعملت طبق كبير حلو. وادي معانا السلطة وادي الرز اهو. رز حبة وحبة والبطاطس. وطبعا الاولاد بيحبوا البطاطس. يا رب الفيديو يعجبكم، وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله.